السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع ملخص أخبار ريال مدريد. ألونسو يواصل إبهار الجماهير مع ريال مدريد. لأول مرة في تاريخ ريال مدريد تقسيم الملعب إلى خطوط في التدريبات. غيابات ريال مدريد أمام أوفيدو في الليغا. اختبار كبير ينتظر روديجر. تحدي صعب لروديجر في ريال مدريد. ألونسو ليس أنشيلوتي. مطلب وحيد من ألونسو لفينيسيوس جونيور. ريال مدريد ألونسو غيابات مؤثرة وحلول ناقصة. قيادة ناقصة لهجوم الريال من أردا غولر. تقييم المشجعين يضع الريال تحت الضغط منذ الجولة الأولى. عودة إندريك للمشاركة مع ريال مدريد متى؟ تسريبات لقميص ريال مدريد البديل في الموسم القادم. كيرراس يتفوق على بدري. كيف موالي ريال مدريد صفقاته الكبرى. كل تفاصيل هذه الأخبار، ولكن لا تنسوا عمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ودعما لهذا الفيديو والقناة. ولا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ونبدأ مع بعض. ألونسو يواصل إبهار الجماهير مع ريال مدريد. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن المدرب تشابي ألونسو يواصل فرض بصمته القوية على ريال مدريد منذ تسلمه قيادة الفريق، حيث يسعى إلى أن يكون كل ما يتعلق بالعمل داخل النادي تحت إشرافه المباشر، من التدريبات إلى دق تفاصيل الحياة اليومية. فلسفة ألونسو واضحة: التنظيم، المراقبة والتوقع، انطلاقا من قناعته بأن كرة القدم تبنى على التفاصيل الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة. في أولى الحصص التدريبية بمدينة بالام بيتش في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، استعان الجهاز الفني بطائرة مسيرة وكاميرا حرارية وأنظمة تتبع GPS للحصول على بيانات بدنية دقيقة عن عودة اللاعبين، وذلك بهدف تحسين التمركز التكتيكي وتقليل مخاطر الإصابات. ألونسو الذي اعتمد أساليب مشابهة خلال تجربته الناجحة مع باير ليفركوزن شدد قائلا: الفيديو سيحسن أدائنا. لم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد قرر المدرب الإسباني إدخال تعديل مهم في منشآت فالديبياس عبر إعادة تقسيم الملعبين 1 و2 إلى مناطق لعب محددة: مناطق هجومية، دفاعية، مثلثات تنظيمية، وذلك لتسهيل فهم الأدوار التكتيكية للاعبين وتطوير أسلوب لعب أكثر انضباطا وتناغما. ألونسو أوضح فكرته قائلا: المسافات والتمركز سيحسنان أدائنا. يجب أن نعرف أين نكون ونحدد مواقعنا ونصبح فريقا أكثر قربا واتحادا. هذه الفلسفة الجديدة تسعى إلى جعل ريال مدريد أكثر تماسكا وتهيئه الفريق للقفزة النهائية التي تشعل حماس جماهير البرنابيو. غيابات ريال مدريد أمام أوفيدو في الليغا. يستعد ريال مدريد لملاقاة نظيره أوفيدو غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، وذلك في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة ومصر. فيما يلي غيابات ريال مدريد أمام أوفيدو بسبب الإصابات: وجود بلينغهام، فيرلاند ميندي، وإندريك وكامافينجا. ووفقا للتقارير الصحفية فإن جميع لاعبي ريال مدريد حضروا التدريبات المقامة حاليا استعدادا للقاء غدا، وهم جاهزون للمشاركة باستثناء الرباعي المصاب. اختبار كبير ينتظر روديجر. يبدأ أنطونيو روديجر فصلا جديدا مع ريال مدريد بعدما وجد نفسه هذا الموسم في وضع يختلف عما عاشه في العامين الماضيين، حين كان قائدا مطلقا لدفاع الفريق. المدافع الألماني يدخل موسمه الرابع في النادي الأبيض، وقد أنهى عقوبة الإيقاف التي حرمته من المشاركة في الجولة الأولى، لكنه يدرك أن المنافسة على مركز أساسي ستكون أشد مع عودة ميليتاو وتصاعد دور الشاب هويسين. روديجر الذي اعتاد في المواسم الماضية حمل ثقل الدفاع حين ضربت الإصابات ميليتاو وألابا، تحول إلى صخرة لا غنى عنها، حتى أنه كان أكثر لاعبي الفريق مشاركة في دقائق اللعب الموسم المنصرم. صحيفة الآس كشفت أنه بينما يقترب عقده من نهايته، يدرك أن هذا الموسم قد يكون اختبارا لشخصيته بقدر ما هو الاختبار لقدراته. فالمدافع الذي كسب احترام الجميع بعرقه وإصراره يفتح صفحة جديدة في قصة ما زالت تكتب بينه وبين ريال مدريد. تحد صعب لروديجر في ريال مدريد. ألونسو ليس أنشيلوتي. يدخل أنطونيو روديجر موسمه الرابع مع ريال مدريد وسط تحديات مختلفة تماما عما كان في السابق، إذ لم يعد المدافع الألماني يحظى بالمكانة نفسها التي يتمتع بها تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. وفقا لصحيفة آس الإسبانية، لم يتمكن تشابي ألونسو من الاعتماد على روديجر في المباراة الافتتاحية لليغا بسبب الإيقاف. روديجر البالغ من العمر 32 عام يواجه موسما حاسما قد يكون الأخير له مع النادي، إذ ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم.
وبينما كان ركيزة أساسية في حقبة أنشيلوتي، يجد نفسه الآن مطالبا بالقتال مجددا لحجز مكان في خط الدفاع الذي سيقوده بشكل أساسي إدري ميليتاو والموهبة الشابة هويسين. مطلب وحيد من ألونسو لفينيسيوس جونيور. أكدت صحيفة ماركا أن مكان فينيسيوس جونيور في التشكيلة الأساسية لريال مدريد غير قابل للمساس، غير أن تشابي ألونسو ينتظر عودة البرازيلي إلى أفضل مستوياته في أسرع وقت ممكن. المدرب الإسباني يدرك أهمية ثروت فيني كجناح في الخط الهجومي، لكنه يرى أن الفريق بحاجة لنسخة أكثر فعالية من اللاعب هذا الموسم، خاصة على الصعيد التهديفي في ظل فترات الصيام الطويلة التي تصاحبه. الفرصة سانحة أمام فينيسيوس للتغيير تحت قيادة ألونسو، حتى لا تتبدل فكرة مدرب الريال بأنه لا مجال للخروج من تشكيلته الأساسية. ريال مدريد ألونسو غيابات مؤثرة وحلول ناقصة. مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات يجد تشابي ألونسو نفسه أمام تحديات حقيقية رغم المكاسب التي حققها ريال مدريد من الصفقات الأخيرة. وصول ماستانتونو عزز الروح داخل الفريق إلى جانب تألق هوسين وجرأة كاريراس، غير أن تراجع ترينت ألكسندر أرنولد في التحركات الجديدة يثير بعض علامات الاستفهام. ورغم أن الصفقات الأربع تبدو جيدة، إلا أن غياب لاعب ارتكاز بحجم زومبيندي المنتقل إلى أرسنال إلى جانب تأثير رحيل كروس المستمر جعل الأنظار تتجه إلى أردا جولر الذي سيكون مطالبا بإثبات نفسه سريعا للمدرب الإسباني. تصريحات تشابي عن اعتماده على الجميع بدأت مبالغا فيها بعض الشيء، خصوصا مع وجود ظهير أيسر إضافي وبدلاء في مركز رأس الحربة مثل غونزالو وأندريك الذين يحتاجون دقائق أكبر، فيما يشعر رودريجو بالإحباط من تهميشه كخيار أخير في التشكيلة. أما على مستوى المشاكل الأساسية فتتمثل في 3 نقاط رئيسية: البدلاء غونزالو وأندريك غير راضيين عن دورهما الاحتياطي، وما يفرض على تشابي ضرورة معالجة هذه الأزمة. الهجوم: مبابي وفينيسيوس ركيزتان ثابتتان، لكن إصابة بلينغهام خلقت فجوة واضحة. ماستانتونو قد يتفوق على إبراهيم دياز، بينما يعاني رودريغو من غياب الفرص. الدفاع: مندي لا يقدم الحل الأمثل كبديل، في حين يمنح كاريراس وفاران غارسيا حلولا إضافية في الجبهة اليسرى مع إمكانية توظيف كامافينغا. قيادة ناقصة لهجوم الريال من أردا غولار. قيادة هجوم ريال مدريد ليست بالمهمة السهلة، بل إنها تزداد تعقيدا حينما تقع على عاتق لاعب في 20 من عمره فقط. ومع ذلك وجد أردا غولار نفسه في قلب هذه المسؤولية فجأة، فخلال أشهر قليلة تحول من عنصر مساعد إلى ركيزة أساسية في الفريق. النادي والمدرب قرر منحه كامل الثقة ليقود أسلوب لعب الميرينجي في المباريات الكبيرة وليصبح مرجعا لزملائه داخل الملعب. وحتى الآن استجاب غولر بثبات، مظهرا شخصية قوية وقدرات مضاعفة في التحكم بالكرة وتوزيعها. ومع ذلك فإن التحدي ما زال كبيرا، إذ يتعين عليه تطوير بعض الجوانب ليؤدي دوره المحوري بالشكل الأمثل. ضد أوساسونا في البرنابيو تولى التركي الشاب قيادة الهجوم بتحركات ذكية وتمريرات دقيقة أربكت دفاع الخصم. لعب بإصرار وحرص على عدم فقدان الكرة، وجانب تحسن فيه بشكل ملحوظ، لكن ما ينقصه هو عنصر السرعة في الاختراق، كما يحتاج إلى تنويع تمريراته بين القصيرة والطويلة لفتح المساحات وإيجاد الحلول أمام الدفاعات المغلقة. تقييم المشجعين: يضع الريال تحت الضغط منذ الجولة الأولى. كشفت صحيفة آس الإسبانية عن نتائج استطلاع رأي جماهير أجرته عقب مباراة ريال مدريد الافتتاحية في الدوري الإسباني أمام أوساسونا، حيث حصل الفريق على تقييم عام مقبول. وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي: 54% منحوا الفريق تقييم مقبول، 35% اعتبروا الأداء ضعيف، 8% فقط رأوا أنه كان جيد، و3% وصفوه بالممتاز. ورغم البداية التي لم تقنع شريحة واسعة من المشجعين، لأن أغلبية منحت الفريق حد القبول في انتظار ما سيقدمه ريال مدريد في الجولة الثانية من الليغا. وانت من رأيك تدي كام في المية لريال مدريد في الجولة اللي فاتت أمام أوساسونا؟ موعد عودة اندريك للمشاركة مع ريال مدريد. بدأ البرازيلي اندريك في استعادة لياقته البدنية تدريجيا، تمهيدا للعودة في أفضل نسخة ممكنة منه بعد الانتكاسة التي تعرض لها في يوليو خلال فترة التعافي من إصابته ضد إشبيلية في مايو الماضي على ملعب سانشيز بيزخوان. الخطة الأصلية كانت عودة اندريك في كأس العالم للأندية، لكن الإصابة في الولايات المتحدة أجلت الجدول الزمني، ليصبح الهدف الجديد هو جاهزيته لمواجهة ريال سوسيداد يوم 13 أو 14 سبتمبر بعد فترة التوقف الدولي.
نجم الشاب يبذل جهدا متدرجا في فاليديبياس بعد أن عاد إلى أرض الملعب، حيث بدأ بجولات خفيفة قبل أن يبدأ في المشاركة بالتدريبات الجماعية قريبا. الأولوية حاليا هي استعادة جاهزيته البدنية دون عجلة لضمان عودته بأفضل صورة في الوقت المحدد. تسريبات لقميص ريال مدريد البديل في الموسم القادم. كشفت تسريبات من موقع فوتي أن القميص الاحتياطي لريال مدريد في الموسم القادم سيأتي باللون الأخضر الداكن المعروف باسم أورورا اي واي، ليعود الريال إلى هذا اللون بعد أكثر من عقد من الغياب، حيث كان آخر ظهور له في موسم 2012-2013. التصميم الجديد قد يتضمن شعار أديداس الكلاسيكي ليظهر لأول مرة على قميص الاحتياطي حيث النادي، إضافة إلى تفاصيل مستوحاة من شعار ريال مدريد، مما يمنح القميص طابعا بصريا مختلفا. كاريراس يتفوق على بدري. تفوق ألفارو كاريراس وفد ريال مدريد الجديد على كافة اللاعبين في أول جولات الليغا، وذلك على صعيد التمرير في الثلث الأخير من الملعب. كاريراس مرر 57 تمريرة صحيحة في أول ظهور رسمي له بقميص الريال أمام أوساسونا على ملعب البرنابيو، تأكيدا على أنه أحد أبرز الصفقات في البطولة هذا الموسم. كيفما والى ريال مدريد صفقاته الكبرى. يبرهن ريال مدريد من جديد على قوته الاقتصادية بعدما نجح في الصيف في تجاوز حاجز 100 مليون يورو بفضل مسارين رئيسيين للإيرادات، وهو ما مكنه من دخول سوق الانتقالات بثبات ودون الإضرار باستقرار المستقبل المالي. الريال أنهى الموسم الماضي بأرقام قياسية بلغت 1.185 من ألف مليار يورو في الإيرادات، بزيادة نسبتها 10.4% عن الموسم السابق. ومع ذلك فإن الدفعة الإضافية جاءت من مصدرين أساسيين: 31 مليون يورو جاءت من الكانتيرا عبر بيع عدة لاعبين مثل تشيما أندريس وأبراردو مع الحفاظ على بنود إعادة شراء ونسب مستقبلية. 80 مليون يورو من كأس العالم للأندية التي منحت النادي دخلا استثنائيا رغم الانتقادات الموجهة لجدول البطولة. وهذه الموارد أنفق ريال مدريد 178 مليون يورو هذا الصيف في ثالث أكبر استثمار له خلال 16 موسما عبر صفقات هويسين، أرنولد وكاريراس وماستنتونو، في خطوة تؤكد رغبة النادي في تصحيح مسار الموسم الماضي وتعزيز طموحاته المقبلة. لا تنسوا في ختام هذا الملخص اعمل لايك للفيديو علشان يوصل لعدد كبير، ويشرفني بوضع كومنت عن رأيك في ملخص بتاعنا، وصلي على حبيب النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.